مش كل واحد ينفع له ليزك أو زراعة عدسة ثلاثية أو ICL أو أي عملية في الطب عموما لمجرد إنه عايز يعملها. أنا بقالي كتير شغال في المجال الطبي وشفت حالات كتير أوي. شفت أغلبية حالات ناجحة، شفت حالات ندمت إن هي عملت عمليات، وشفت حالات قالت يا ريتني ما عملت العملية الفلانية قبل كده في كل التخصصات. أكبر مشكلة في عملية زي عملية الليزك هي القرار. هل أعمل العملية ولا ما أعملهاش؟ الإجراء بتتعلمه كدكتور وإيدك بتبقى كويسة فيه وبتبقى شاطر فيه كحرفة، إنما أصل الموضوع هو القرار. هعمل العملية دي للمريض ولا مش هعملها؟ الفيديو ده فيديو دردشة كده، الكلام ده كان في دماغي، قلت ترددت أقوله ولا ما أقولوش، بس قلت أشاركه مع أصدقائي. وأنا أحيانا كتير في الكشف بسأل الناس: وأنت ليه عايز تعمل العملية؟ أنت متوقع إيه منها؟ هل أنت مستعجل ليه على العملية؟ ما ألاقي واحد شاب لسه صغير عايز يعمل، ولما يجي لي واحد ويقول لي مثلا انا عايز اعمل زراعه عدسه ثلاثيه، اقول له طب هو انت متوقع منها ايه؟ بصراحه انا مش شايف ان احنا كدكاتره شغلانتنا الاولى ان احنا نعمل العمليات، بس انا شايف ان شغلانتنا الاولى ومهمتنا الاولى ان احنا ما نعملش العمليات لناس محدده. ان في ناس محدده لما هنستبعدهم الدنيا هتبقى احسن، حياتهم هتبقى احسن، وحياتنا هتبقى احسن. انا ساعات برفض عمليات مش بسبب الفلوس خالص، بس ساعات برفض العمليات عشان مش مناسبة للمريض، مش هتنفع المريض، مش هتديله اللي هو محتاجه. وفي صحابي من دكاترة مشهورين قوي بيحثوني على عمليات مربحة جدا، بس انا شايف ان هي هتجيب تعب للمريض، او انا مش هقدر اديهم اللي هم عايزينه 100%. طب لما اجي احسبها كده، هي مش دي خسارة مادية؟ مش انا قفلت على نفسي ابواب كتيرة قوي ممكن تزود من ارباحي؟ وكذلك المريض نفسه هو اللي جاي لك وبيسألك: يا دكتور انا عايز اعمل العملية الفلانية. طيب لما آجي بعد سنة وأشوف المريض ده وألاقيه مثلًا إن هو متضايق أو الموضوع ما كانش معاه أحسن حاجة، تفتكروا ده بالنسبة لي هيبقى مكسب والّا خسارة؟ دايمًا بافتكر دايمًا الأستاذ الجليل اللي أنا قُلت له: "أنت ما ينفعلكش العملية." الراجل قام باسني وحضني، بيتهيأ لي لو قُلت له: "أنت ينفع لك العملية." ما كانش عمل كده. حاجة تانية بقى، أنا بالاقي ناس كتير متحضّرة جايين لي بمقاس عدسة: "يا دكتور إحنا عندنا مَيّة بيضا." "طب يا حاجة بعد إذنِك خلّيني أشوف كده." ما فيش حاجة. عشان كده أنا باتضايق جدًا من اللي يبدأ معايا بكام. أنا عايزك تبدأ معايا ليه؟ هل أنا ينفعني الحاجة دي؟ هل أنا محتاج الخدمة دي أو العملية دي؟ وبعدين أبقى أسأل هي بكام؟ إحنا حوّلنا الموضوع كلّه لسلعة. أيوه، هي مهنة ليها شِق تجاري، ولكن هي في الأول وفي الأساس هو قرار واختيار. وحاجة تانية، بييجي لي ناس يقول لي: والله أنا قريت على ChatGPT كذا، قريت على. حلو أوي إنك تكون بتقرأ وبتثقّف نَفْسك. أنت قريت، بس هل فهمت؟ ممكن ما تكونش فهمت الكلام اللي أنت قريته. وبرضه يحضرني مثال مش عارف كنت أقوله والّا لأ، بس هاختار إن أنا أقوله. إن أنا في عملية من العمليات كان جاي لي دكتور زميل عيون، متخيلين دكتور عيون، وأنا باكشف عليه وجاي من دولة عربية من برّه مصر عن طريق معرفة، حد من أصدقائي، وقال لي: "اعمل اللي أنت عايزه، اختار العملية قُلت له: أنا جاي باشرح له إحنا هنعمل كذا وأنا رأيي كذا. قال لي: "اعمل اللي أنت عايزه." قبلها بيومين كان في واحد ما أعرفوش جاب نمرتي منين ما أعرفش، فدخل كده: "هو سعر العملية الفلانية بكام؟ أنت عملت الفحص؟" أصل أنا قريت على ChatGPT. هو ChatGPT يعرف يعمل عمليات؟ طب هو الجهاز بتاعكم اسمه إيه؟ هو أنت تفهم في أنواع الأجهزة؟ وزعل أوي إن أنا باقول له: "أنت تفهم في أنواع الأجهزة؟" وبيقول لي: "هو ده كلام أنت تقوله لحد؟ هي دي طريقة أنت تقولها لحد؟" قُلت له: "طيب الجهاز اسمه كذا." فعمل برضه على ChatGPT وقارن بين أنواع الأجهزة. قُلت له: "ChatGPT مش هيفهم في الأجهزة، وأنت أنت مش بتختار الجهاز، الجهاز مش هو اللي بيعمل العملية، الدكتور هو اللي بيعمل العملية." أنا نفسي لمّا جيت أعمل عملية، مين اللي اختارها لي؟ أستاذي دكتور أسامة النحراوي، هو اللي اختار لي عملية الليزر السطحي. هل أنا قُلت له أنا عايز أعمل كذا؟ هل أنا رُحت المكان لحد من زمايلي قُلت له اعمل لي كذا؟ لأ، أنا نفسي كدكتور لمّا جيت أعمل عملية تحوّلت ساعتها لإيه؟ تحوّلت ساعتها لمريض، والمريض بيعمل إيه؟ بيسمع كلام الدكتور. فلمّا الشخص بقى المحترم ده زعل منّي، فقُلت له: "أنت بتثق في الدكتور مش بتثق في الجهاز." قال لي رَد غريب أوي، قال لي: "أصل الدكتور ده مش ابن عمتي عشان أثق فيه." فعرفت إن الشخص ده أنا مش هينفع إن أنا أشتغل معاه، وعشان كده أنا اعتذرت له وقُلت له: "مش هينفع إن إحنا نشتغل مع بعض." فالشخص ده ممكن يكون هو هيتعب وهيتعب اللي معاه. القصد بكل الكلام والرغي الكتير اللي أنا باقوله، يعني عايزين نبدأ كلامنا بليه why، وبعد كده هنعمله إزاي، وبعد كده في الآخر بكام.
لو هاطلع بحاجة من الفيديو، يعني هاطلع إن أنا أحاول إن أنا يعني نرتّب دماغنا وتفكيرنا مع بعض. أنت عندك الرغبة إنك تعمل حاجة معيّنة، بتستأمن دكتور معيّن على عينك، بتعمل كل الفحوصات اللازمة، عندك الرغبة وعندك الاقتناع بالدكتور ده، ولازم الاقتناع يكون 100% وتدرس الموضوع كويس أوي. الدكتور هيفهّمك الحالة بتاعتك، هنتوكّل على الله، خلطة أو طبخة كده كل العوامل لمّا بتتوافر فيها بصفو نية وتوفيق من ربنا بنحصل على اللي إحنا عايزينه. مش عارف بصراحة قدرت أوصّل لكم الفكرة اللي أنا عايزها والّا لأ من الفيديو ده، بس أتمنى إن أنتم تكونوا فهمتوني.